تبنى الأمم بسواعد أبنائها وخبرات علمائها، وكانت المبادرة القومية لبناء مصر جديدة بسواعد مصرية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هي مدينة الجمال والثقافة والحضارة. عندما فكر الإسكندر الأكبر في إنشائها كان هدفه جعلها نقطة الوصل بين مصر واليونان، لكنه مع تطور الزمن أصبحت منارة العلم للعالم بعد إنشاء مكتبة الإسكندرية. ولأنها منارة العلم خرج من ضيائها منارات للعلم متعددة، ومنها كلية علوم الإسكندرية التي بهرتنا بتقدمها العلمي حينما قام فريق سواعد مصرية بزيارة معاملها. احنا دلوقتي موجودين في كلية العلوم محرم بيه. الكلية ديت الموقع اللي احنا شايفينه دوت موقع كلية العلوم بيفكرنا بالتاريخ بحاجات كتيرة جدا. الحقيقة بنجد ان نشأة جامعة اسكندرية انشئت هنا، وقبل ما تكون جامعة اسكندرية المبنى اللي احنا فيه مبنى تاريخي اثري، لان هو يعتبر مستشفى انجليزي من الحرب العالمية الاولى وكمل بعد كده. هي مبنى جميل محافظين على النسق الحضاري والتاريخي والتراثي بتاعه. كلية العلوم عندها 48 برنامج، هي طبعا كلية معتمدة تبع الكريدت اور اللي هو الساعات المعتمدة، وبالتالي البرامج اللي فيها لازم يبقى من الأساس بتاعها إنه الصناعة تبقى داخلة لها رأي فيها، وإلا هيطلع الخريج عندي ما هوش مناسب للسوق اللي موجود أو سوق العمل. كلية العلوم لها مجالات عديدة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. خدمة البيئة يمكن كلية العلوم جامعة الإسكندرية تتميز بأنها تعتبر بيت خبرة لجهاز شؤون البيئة وللمحافظة فيما يختص بالاستشارات البيئية الخاصة بتقييم الأثر البيئي للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصناعية، خاصة أن بيوجد تمركز للصناعات أو الشركات الصناعية في اسكندرية والمؤسسات الصناعية. حوالي 40% من الصناعات كما حضراتكم تعرفوا موجود في اسكندرية، فبالتالي كل المنشآت الصناعية اللي بيتم إنشائها أو بتعمل توسعات لابد من عمل دراسات تقييم أثر بيئي ليها. فبالتالي كلية العلوم تعتبر بيت خبرة في ذلك وبتشارك بدراسات على مستوى محافظة الإسكندرية. تأسيس الطالب في كلية العلوم بالمعلومات الأساسية اللي بيدرس في السنوات الأولى والثانية، يعقبها على طول في سنة ثالثة ورابعة الدراسات الأكثر تعمقا في كلية العلوم. وكمية العلم اللي احنا بنديه هنا والعمق العلمي هنا بيسهم في خلق جيل من نشء العلماء، بيعمق ده أكتر في الدراسات العليا. ولكلية علوم الإسكندرية تاريخ حافل بالإنجازات العلمية منذ إنشائها في 2 أغسطس عام 1942 كواحدة من أولى الكليات التي كانت تضمها جامعة الإسكندرية فاروق الأول آنذاك. سنة 38 أعلن أن المبنى ده هو جامعة فرع لجامعة فؤاد الأول اللي هي فرع لجامعة القاهرة في سنة 38، وبدأ بكليتين هي كلية الآداب وكلية الحقوق. سنة 42 الحقيقة أعلنت جامعة فاروق الأول اللي هي الجامعة الثانية في مصر بعد فؤاد اللي هي القاهرة، تبقى دي فاروق الأول. وبدأت بعد الآداب والحقوق انضم ليها أو أنشئت كلية العلوم وكلية الطب وكلية الهندسة وكلية التجارة. ثم ده في سنة 42، ثم طلع بعدها على طول طلعوا من هذا المبنى بقية الكليات، وفضلت كلية العلوم موجودة في هذا المبنى التاريخي من سنة 42 حتى الآن.
في سنة 2 يعني هنا نشأت جامعة اسكندرية في سنة 42. سميت جامعة الإسكندرية الحقيقة في سنة 52 بعد الثورة، وكان أول رئيس جامعة لجامعة اسكندرية سنة 52 بعد هذه التسمية وبعد الثورة هو الدكتور طه حسين. الحقيقة كلية العلوم بعدها لما توسعت بقى في مباني تانية لكلية العلوم زي مبنى الشاطبي ومبنى طريق الحرية للكيمياء. مبنى الشاطبي فيه الإعداديات، كمان المبنى بتاع علوم بحار اللي في الأنفوشي، كل ده بيتبع كلية العلوم الحقيقة. كمان الحقيقة بنحاول نوثق هذا المبنى التاريخي اللي هو يعتبر من التراث المصري الخالص في هذا المبنى. تتطلع كلية العلوم جامعة الإسكندرية أن تكون مؤسسة رائدة في مجال التعليم والبحث في العلوم الأساسية والتطبيقية لخدمة المجتمع، ومركزا للتميز محليا وإقليميا ودوليا. في إطار التنمية وإطار مساهمة جامعة اسكندرية في التنمية، إنه إحنا مش معنيين فقط بالتنمية على المستوى المحلي داخل جمهورية مصر العربية فحسب، وإنما أيضا في العمق الأفريقي، واللي بيؤكد ده إن جامعة اسكندرية لها فرعين في تشاد، فرع في تشاد في دولة تشاد، والفرع الآخر في دولة جنوب السودان. ومنذ أسابيع قليلة تم تخريج الدفعة الأولى من كلية الزراعة فرع جامعة اسكندرية في نجامينا عاصمة دولة تشاد، وإن شاء الله شهور قليلة وتتخرج الدفعة الأولى من أبنائنا من دارسي الطب البيطري. ده بيأتي ضمن الإطار اللي بتهتم بيه جامعة اسكندرية، إطار الدول الإفريقية. عندنا أكثر من دايرة بنشترك فيها، الدائرة الإقليمية العربية، ثم الدائرة الإفريقية، والدائرة اليورو متوسطية، ودائرة الشرق الأقصى، والدائرة الدولية. ما قصدت التنويه إليه هو الدائرة الإفريقية، وتواجدنا في تشاد، وتواجدنا أيضا في جنوب السودان، وإن شاء الله يعني بإذن الله نقدر نبدأ الدراسة في فرع جنوب السودان مع بداية العام الدراسي المقبل. احنا حاليا عندنا 19 طالب وطالبة من دولة جنوب السودان بيدرسوا في كليات التربية، كلية التمريض، كلية الزراعة، وكلية الطب البيطري. ده طبعا إيمانا من جامعة اسكندرية بدورها مرة أخرى في التنمية، لكن ليس فقط التنمية المحلية وإنما على الصعيد الأفريقي. جامعة اسكندرية لها دور إفريقي، بتبحث دايما من زمان عن البعد الأفريقي، لأن جامعة اسكندرية لها فرع في تشاد وتم افتتاحه وتخريج أول دفعة اللي التحقوا به من 4 سنوات، وهو موجود فيها عدة كليات زي كلية الزراعة وكلية الطب البيطري، وفي كليات أخرى بتنشأ حديثا. مطلوب مننا ككلية علوم الحقيقة إن احنا في الأفرع بتاعة تشاد والفرع بتاع جنوب السودان اللي هو فرع جامعة اسكندرية، الحقيقة إن احنا نضيف حاجة خاصة بالبترول والتعدين. قلنا هنا الحقيقة الجامعات ديت بسبب إن احنا ككلية علوم عندنا برنامج متميز جدا، وهو برنامج جيولوجيا البترول، ومتميزين جدا، وبيطلع الحقيقة على مستوى مصر وعلى مستوى أفريقيا الأول كل عام في مسابقة الخريجين. نظام التدريس في كلية العلوم هو نظام أمريكي، اللي هو نظام ساعات معتمدة أمريكي، بحيث إن الطالب اللي يخلص عدد ساعات معينة ياخد درجة البكالوريوس اللي هي 140 ساعة كريدت أو 140 ساعة معتمدة. ما توقفناش على النظام الأمريكي علشان بنتطلع لعلاقة وثيقة مع أوروبا، ومن خلال دورنا ككلية علوم رفع مكانة جامعة اسكندرية ومصر في الانترناشناليزيشن أو عولمة أو تدويل جامعة اسكندرية زي ما قلنا بالمكانة بتاعتها. إن عملنا برنامجين اللي هو عن بعد، برنامج تعليم ماجستير عن بعد باللغة الفرنسية في علوم الأعصاب، وده الحقيقة بالاشتراك مع جامعة بوردو 2 في فرنسا، بدأ من 2008 حتى الآن. البرنامج ده الماجستير ده مدته 2 الطالب بيدرس من أي مكان في العالم، بيسجل في كلية العلوم جامعة اسكندرية.
وللقائمين على العملية التعليمية بكلية علوم الإسكندرية رسالة يوجهونها لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات العلوم، وكذلك رسالة لطلبة كلية العلوم. رسالتي لطلبة المرحلة الثانوية، كلية العلوم كلية شيقة جدا. إذا حبيت الدراسة وحبيت التعامل مع العلم هتجد نفسك فعلا تقدر تمشي فيها كويس جدا. وكل طبعا علماء العالم وعلماء مصر طالعين من كلية العلوم، هم العلماء المشهورين، لأن دي الكلية الأساسية اللي بتبحث في العلوم الأساسية والتطبيقية في نفس الوقت. الحاجة اللي أقدر أقولها للطلبة اللي تقدر تدخل أي كلية علوم، أولا كلية العلوم ما هياش من الكلية قد تكون مش كليات القمة اللي الطالب بيبقى عايز يدخل طب وأسنان وصيدلة وبعدين بتجيله علوم فبيبقى محبط. كلية العلوم كلية مهمة جدا، هي دي المستقبل اللي جاي للدولة، لأن بدون العلم مش هتقدر تبتكر، مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر تنتج أحسن. كلية العلوم لازم تحبها عشان تقدر تمشي فيها. المواد بتاعتها ما هياش قد تكون أكاديمية شوية، لكن ما هياش صعبة، خصوصا مع التطور الجديد. ابتدينا نطور المقررات بتاعتنا عشان تناسب الطالب. ان شاء الله في المستقبل القريب انا شايف ان كليه العلوم في ظل ان يكون في سياسه لالتحاق الطلاب بيها وتقليل الاعداد فيها، ان شاء الله هتبقى في مرتبه مرموقه، لان فعلا هي كليه العلوم زي ما بنقول كليه العلماء. وفي امثله كتيره حضراتكم طبعا عارفينها، لان فكر الطالب ودراسته للعلوم الاساسيه بتخليه يبدع بعد ذلك وانه يتميز في البحث العلمي. فالامال ان شاء الله يعني كبيره بالنسبه لكليه العلوم والخريجين بتوعها في المستقبل ان شاء الله. حب كليه العلوم، كليه العلوم هتحبك وتديلك. لو حبيت العلم هيديلك العلم وهتبقى حاجه. والحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لهم دايما انه اهل القمم اصحاب همم، فدايما خلي عندك همه عشان تبقى من اصحاب القمه. وتستمر رحلتنا داخل كلية العلوم لنتعرف على علماء يبذلون الجهد والعطاء لتخريج جيل من علماء المستقبل.